نهار جديد وفيديو جديد، ومرحبا بكم فيديو اليوم، ومرحبا بكم في وصفة اليوم. اليوم ان شاء الله جبت لكم خبز ديال الريجيم، خبز ديال الناس ديال الحمية اللي دايرين الحمية، خالي من الجلوتين، بلا دقيق ابيض، بلا سميده، بلا فينو، صحي 100%، خصوصا الناس ديال اللي كيعانيو من الداء السكري، فهو كيجي خفيف ومشبع في نفس الوقت، سهل وسريع التحضير، مكونات بسيطه موجوده في كل بيت. ما غاديش نشكروا لكم، فهي كيجي على شكل خبز، وكذلك ممكن نقولوا كيكه مسوسه صحيه 100%. بلا ما نطول عليكم، ندوزو المكونات على بركه الله. هذا هو المكون الاساسي ديال الكيكه ديالنا. متتبعين ديالي الكرام، عندي كاس ديال العدس الاحمر اولا العدس التركي، كنحاول نرطبو مع كاس ديال الماء، كنوضعو في الزلافه ونزيد عليه كاس ديال الماء ونخليه يرطب تقريبا مده ديال 2 سوايع. الا كنتو مزروبين حاولوا ديروا ساعه ديال المكانه ماء دافي. بالنسبه للمكونات الاخرى، عندنا هنا 3 ديال البيضات، كاس ديال زيت العود مخلط مع زيت المائده، حك ديال الياغورت الطبيعي، خماره واحده، قبيصه ديال الملح، وجوج قطع ديال الجبن. من بعد ما داز 2 سوايع ديال المكانه، كناخذوا العدس ديالنا وكنصفيوه مزيان حتى كيتسقطر. فهاد الطريقه ملي كنقعوا فيها العدس ديالنا، فهي كتغسلو وفي نفس الوقت كتحيد لنا هذوك النشويات اللي كيكونوا في العدس، باش ما تبقاش لنا الكيكه ديالنا ملصقه. هنا المكونات انا وجدتهم، بحكم انني غادي نخلط الكيكه كامله في دقه واحده. كناخذوا الكاس ديال المولينكس ديالنا، كنوضعوا فيه، غنمشي معكم بدقه دقه. كنضيف ليه هنايا 3 د البيضات. نعاود معكم المكونات. ثقوا بيا البنات، هاد الكيكه اولا هاد الخبز الريجيم كيجي اروع ما يكون. كنضيف هنايا كاس ديال زيت العود مخلط مع زيت المائده، ونضيف هنايا العدس ديالنا. كيف ما كتشوفوا العدس كان غير كاس، من بعد ما كيرطب كيعاود يتنفخ. كنضيف الحك ديال الياغورت والملحه وقطع ديال الجبن. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كتجي ما غاديش نشكرها لكم، ولكن الا جربتوها، خصوصا الناس اللي كيعانيو من الداء السكري، والناس اللي كتاكل ما كتاكلش الدقيق الابيض، فهي صحيه 100%. فهذا الخبز الطوس، هذا الخبز الريجيم ممكن تنسموه باي حاجه. بالنسبه للخميره كنخليوها هي الاخرى. كنطحنوا هاد المكونات في الكاس ديال الطحونه ديالنا، كنطحنوه مزيان. من بعد كنضيفوا له الخماره هي الاخيره، وكنعاودوا نشعلوا الطحونه ديالنا مره واحده، الدور مره واحده. وهنا كنكون ديجا موجده اللاطه ديالنا، موجده. كندير لهنايا الكاغيط بابي كويسون باش ما كتلصقش ليا، كنكون هانيه، كتجيني سهله في التخرج ديالها. بالنسبه للتزيين فهو كيبقى اختياري، ممكن تزينوه بزرع الكتان اولا الزنجلان اولا الحبه السوداء، على حسب شنو عندكم موجود في الدار. انا هنا خليتها هكاك. كندخلها للفران وكنشعل عليها على درجه حراره 180 درجه، وكنشعل عليها غير من التحت. وهذه هي الكيكه ديالنا اولا خبز الريجيم، كتجي منفوخه كيف ما كتشوفوا. ما غاديش نشكرها لكم، ولكن الا جربتوها كتجي اروع ما يكون. الناس اللي ما كياكلوش السكر، الكيكات اللي فيهم السكر، الناس ديال الريجيم، فهي مزيانه ليهم صحيه. والناس اللي باغيين يحيدوا الكرش وينقصوا من الخبز، فهي هذه الفطور كتجي اروع ما يكون. ما غاديش نشكرها لكم البنات، ولكن الا جربتوها كنطلب منكم تبارطاجيو هذا الفيديو وتجربوا هذه الوصفه هذه، وبالصحه والراحه. كنشكر كل المتتبعين ديالي الكرام اللي بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. كيف ما كتشوفوا، بالنسبه انا كنقطعها على شكل خبز ديال الريجيم باش كتجيني سهله للدهن، وكتصبر تقريبا 3 ايام بلا ثلاجه. 3 ايام هي كتغطي، كتقطع القياس ديالك وكتغطيها وكديرها في شي حكم. الاحسن دوز على واحد المنديل، ما تكونش بلاصه سخونه. هذه هي الكيكه ديالنا ولا خبز الريجيم، كيجي مهوي من الوسط، رائع. نهاركم مبروك، الى فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم.